الساحل وين موجود فريق عمل يمني لكم حصة تمتد على ساعتين من زمان. نبداو توا ونكملوا حتى للسبعة متاع العشية. معنا معتز الشمتوري. مرحبا معتز. أهلا وسهلا. شنو أحوالك يا سي معتز؟ كيف الحال؟ صديقتنا ريهان معنا. مرحبا يا ريهان. اهلا وسهلا. الاستاذ اسامه المنصوري اليوم على الشيره اليسار. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بريهان، مرحبا بمعتز، مرحبا كذلك بالكوتش محمد سعيدي. وفي الكواليس طبعا المتالق دائما ولا المصور خلينا نقول رقم واحد الحقيقه سي توفيق دغمان. تحيه ليه وتحيه لكافه المستمعات والمستمعين كل زمان. تحيه ليه الكابتن توفيق. فماش صوره جميله في سوسه إلا من عند عدسة توفيق دغمان، هذه نقولها وعلى مسؤوليتي. تحية للكوتش السعيدي. أهلا وسهلا كوتش. مساء النور فوزي، مساء النور للحضور الكل، مساء النور للسيدات والسادة متابعي ومشاهدي كنوز اف ام. تحية ليك. أهلا وسهلا. مرحبا. نمشيو لنقطة نظام. مرحبا. نقطة نظام. نقطة نظام. مباراة متأخرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لحساب الجولة 25 وفات ب4 أهداف، زوز للترجي الرياضي التونسي وزوز للترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي سجل عن طريق فلوريان دانو، كسيلة بوعاليا، والترجي الرياضي الجرجيسي سجل خليل القصاب من ضربة جزاء ودافيد نيونغي من كرة متحركة. يعني انتصار مهم جدا او تعادل مهم جدا لترجي جرجيس الذي يصارع من اجل البقاء ضمن انديه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم رغم التغييرات، رغم الغيابات، رغم انه لعب الحارس الثالث في اكثر من 40 دقيقه اليوم من عمر المباراه، الا انه تمكن من الفوز بنقطه. الترجي اضاع نقطتين ومردود كارثي للترجي طيله الاربع مباريات الماضيه من نجم الساحلي لسان داونز ذهابا وايابا الى فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. من النادر انه الترجي لا يفوز في 4 مباريات. طبعا اي محمد مباراة حبيت أول حاجة نشكر قبل نقطة النظام، حبيت نشكر برشا ونهني برشا المدرب منصف مشارك. الحقيقة قاعد يقوم بدور كبير، تعرف جاء في ظروف صعبة وصعبة جدا للترجي الجرجيس، يتمكن من التأهل في الكأس أمام الاتحاد المنسيري في المنسير بالذات، واليوم يرجع بتعادل 8 مرات 2-2. تحية للمدرب كوتش مشارك اللي يعرف السعودية أكثر من تونس، خدم كثيرا في المملكة العربية السعودية. أي صحيح، خدم برشا من الأوائل اللي مشاو للمملكه العربيه السعوديه وعمل نتائج كبيره وخلى بصمه كبيره للمدرب التونسي، وزاد حتى الباساج نتاعو في ترجي الجرجيس كل مره سجلوا به الا وحقق نتائج ايجابيه. فشكرا وتحياتي للمدرب منصف مشاري. واضح. استاذ منصوري. فوزي نحكيو على طبعا تاريخ 22 ابريل 2026 لن ما يكون تاريخا جيدا في تاريخ نادي بيرلي الانجليزي اللي هبط الى القسم الثاني اللي هي الشامبيون شيب الانجليزيه، واللي يلعب معه طبعا لاعبنا حنابع المجبري. هذا حدث في حد ذاته، لكن قيمه الحدث في الرهان المالي الموجود. تعرف ان فريق باش يصعد من الشامبيون شيب الى الدوري الممتاز او الدرجه الاولى الانجليزيه يحقق عائدات ماليه ما بين 140 مليون الى 200 مليون جنيه استرليني، اي ما يعادل 250 مليون دولار، وهذا رقم ضخم. كيفاش يتقسم هذا يجي في طبعا اذا كان يبقى النادي كذلك يضمن 300 مليون جنيه استرليني. ما نحكي كيف عاود لي كونسيبت استاذ، يعني اللي ينزل ياخذ المبلغ هذا ولا اللي يصعد؟ اللي يصعد مش شامبيون شيب، لكن اللي يبقى في الموسم الاول مثلا توا بيرلي خسر ما يعادل 390 مليون دولار على خاطر ما قعدش في الموسم الاول. مازال يطلع يا اخي كهبط تخسر مبلغ ضخم. اي ممتاز. كيف يرجع الموسم القادم يجيب حكايه 250 مليون دولار. لكن قيمه المنحه هذه تعتبر مبلغ ضخم جدا. فما فرق كالاسونسور هابطه طالعه تحقق عائده موجوده، تجيب لك لاعبين تسوقهم في البريمير ليج وتعاود ترجع للشامبيون شيب وتعاود تكون مستقبلها. دونك لهنا فما منحه البقاء اذا كان يبقى ياخذ 390 مليون دولار تقريبا. فقدها فريق بيرلي، فقدها، وهذه تتكون الحقيقه المبالغ الماليه من عائدات البث التلفزي اللي هي كبيره برشا في انجلترا، وخاصه الميريت بيمنتس اللي هي مدفوعات الاستحقاق، اللي انت مادامك قاعد في ترتيب معين تاخذ اموال معينه من البريمير ليج. وكذلك في مرحله ثالثه مدفوعات المظله تسمى هذه باراشوت بيمنتس اللي هي في حال هبوط الفريق مجددا يتم توفير دعم مالي على مدى 2 أو 3 سنوات
دونك هذاك علاش البطوله الانجليزيه فيها برشا فلوس، وهذاك علاش هي ديما محط افضل العالم. حنا بعد المجبري ينشط في هذا النادي وعثره اخرى في مسيره هذا اللاعب، اللاعب اللي ما لعبش برشا يعني كان مصاب لمده زمنيه طويله، ويبدو انه باش يكمل مصاب طيله المده الجايه. الفتره الاخيره مالوريزمون فوزي الفتره الاخيره عمل مباريات ممتازه جدا، وحتى كان التقييم نتاعو كان ممتاز، الترقيم نتاعو زاد كان ممتاز، لكن الاصابه اللي ابعدته خسرت فريق بيرلي في لاعب في خط وسط الميدان اللي الحقيقه يعمل في مجهود كبير في افتكاك الكره وحتى في اللمسه الاخيره، لكن فقدوه في المباريات الاخيره، وان شاء الله يرجع معناه قبل كوب دو موند يرجع معناه ويكسبوا المنتخب التونسي ان شاء الله. طبعا اضافه كبيره للمنتخب الوطني التونسي، نتمنى انه حنبعل يلقى نادي في البريمير ليج ولا حتى في درجه اولى في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في المانيا ولا فرنسا، يخلط علينا المنسحب مكرم اللقام. مرحبا يا لقام. مرحبا بك تحية ليك. وينك؟ مرحبا بك غايب على الساحة سي لقام. معتز الأخت الكريمة الكابتن أستاذنا الغالي. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين كنوز فام. سي توفيق دغمان العدسة الذهبية. عبقري توفيق دغمان. مرحبا به. اهلا وسهلا. عندك دخله سي عندي دخله والله. برا الدخله نتاعنا ولات عندها صيت كبير. هاي هيك فهم. اتصل بي مواطن من حي المنازه. تحيه لي. هاي قلعه صغيره. قلعه صغيره يرحم والديك. ايش قال لك؟ قال لك نحن لقينا روحنا لا في القلعه الصغيره لا في القلعه الكبيره لا في سوسه. لا في سهلول لا في سهلول. قال لك من نهار تعمل بين البينين ما ثماش بين اصل غير موجود. قال لك لا عندنا الضوء يشعل ولا عندنا حفره تتراجل ولا عندنا كياسات نظاف ولا عندنا شيء. اليوم بربي قال البرنامج بتاعكم والدخله بتاعكم توصل للسلطات الجهويه والمحليه. نحبوا نوجهوا نداء للسيد والي سوسه التدخل العاجل في الحي هذايا، راهو اصبح في ظلام دامس واهمال كامل من بلديه القلعه الصغرى. اليوم كان القلعه الصغيره متنازله عليها يا خويا برا عطاها البلديه من بلديه اخرين. هي لا جات في القلعه لا جات في سهلول ولا جات في سوسه، لكن ترابيا تابعه القلعه الصغرى. القلعه الصغرى يا خويا علاش هيك سيد مكتب العام راهي ماذا حاجه بقى تبعتك وفيها سكان وفيها مواطنين وفيها علاش خويا ما الضوء مطافي والدنيا مسخه وكيسات ما تتعملش عليه خويا. ربي سي فوزي قل لي هاو من هنا ان شاء الله يتفاعل معنا السلطه الجهويه وان شاء الله حتى القلعه الصغرى راهو مرحبا بك تحب تتفاعل معنا. راهو اللي صاير في حي المنازه راهو ما يجيش. واو. تحية لأهلينا ومستمعينا وأصدقائنا في حي المنازة. عندي قفلة. عندي توضيح بسيط. توضح. تبع المنازة أنت؟ لا شفت الحقيقة ثم حملة ممنهجة للسيد خميس الحمزاوي. راهو خميس الحمزاوي ما قدمش الاستقاله نتاعو ولا حط الاستقاله نتاعو على الفيسبوك على نتيجه بعث بوحجله وكبعقاري. خميس الحمزاوي راهو مسؤول، والمسؤوليه هذه امانه، والامانه كانت من الرابطات نتاع سي 1 وسي 2 والرابطات الجهويه كانوا دائما يجتمعوا بخميس الحمزاوي وخذا اصوات الرابطات هذوما، من حقه باش يدافع عليهم، من حقه باش يلقى استجابه من المكتب الجامعي. راهو ماهوش مباراه ممكن الكونسيدون جات مباراه بعث بوحجله، ولكن خميس الحمزاوي نتيجه للاهمال للانديه هذه انديه الهوات وانديه سي 1 وسي 2. ترجع لك بعد الخميس حمزاوي استاذ. فقط عندي قافله صحيه متعدده الاختصاصات في تاريخ 26 افريل 2026 مكان معهد محمود المسعدي حي المطار. التوقيت في الصباح. الاختصاصات الطبيه المتوفره: طب العام، طب القلب والشرايين، امراض العيون، امراض الانف والاذن والحنجره، امراض الغدد والسكري، طب الاسنان، الامراض الصدريه، عياده التغذيه. هوني ناس اللي يسكنوا في بير الشباك، في الطفاله، في حي العوينه، في حي الشباب، كلهم معنيين بهذه القافله فيها اختصاصات عديده وعديده جدا. نعرفوا اليوم انه الجيب نتاع المواطن التونسي تضرب منذ سنوات. عندنا طب باش يجيوكم للمعهد هذا، معهد محمود المسعدي، ويقدموا لكم دي كونسلتاسيون مجانيه. دونك خدمات التقصي والتوعيه المجانيه موجوده. زاده تقصي سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله موجود، فحوصات دقيقه
حصص توعية. عيادة الإقلاع عن التدخين خطوة نحو حياة صحية أيضا موجودة. تحاليل فورية تقصي ضغط الدم والسكري، وجميع الخدمات ديما نقولوا مجانية. الدعوة مفتوحة لكافة متساكني معتمدية سيدي عبد الحميد وحتى برا سيدي عبد الحميد للحضور بكري شوية باش ياخذوا طبعا كل يعني لي كونسلتاسيون ذوما على بكري. فتحية لصديقتنا مريم الرقوبي اللي هي المشرفة على هذا الحدث رفقة عدد كبير من المتداخلين، وزارة الصحة وزارة التربية وأيضا الإدارة الجهوية للصحة بسوسة. نمشيو للإشهار ونرجع تو سويت نكمل معكم حتى للسبعة متاع العشية.